مستجدات في قضية طعن والد يامال والشرطة تلقي القبض على 3 أشخاص. تعرض منير النصراوي والد نجم نادي برشلونة لامين يامال لاعتداء عنيف مساء الأربعاء المنصرم في مدينة ماتارو الإسبانية، وقد كشفت صحيفة الموندو الإسبانية اليوم الخميس 15 غشة 2024 عن توقيف 4 أشخاص يشتبه في تورطهم في الحادث. ووفقا لصحيفة الموندو، وقع الهجوم في موقف للسيارات بحي روكافوندا مسقط رأس يامال ومكان إقامة والده وجدته حاليا، حيث تعرض النصراوي للطعن مما استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي في بادالونا. ورغم خطورة الإصابات، أكدت مصادر مقربة من العائلة أن حياته ليست في خطر. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث قد يكون مرتبطا بمشاجرة سابقة وقعت في نفس اليوم، فقد أفاد شهود عيان بأن النصراوي تعرض لمضايقات من قبل مجموعة من الأشخاص أثناء تنزهه مع كلبه، مما أدى إلى نشوب شجار. وقد تم تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تدخل الشرطة المحلية في أعقاب هذه المشاجرة. جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها والد يامال نفسه في مواجهة مع القانون، ففي يونيو 2023 تم تغريمه بمبلغ 546 يورو وإلزامه بدفع تعويض قدره 110 يورو لأحد أنصار حزب فوكس اليميني المتطرف، وذلك بسبب اعتدائه على خيمة تابعة للحزب في ماتارو. وما زالت التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث وتحديد الدوافع وراءه، وقد أكدت السلطات الأمنية أنها ألقت القبض على 3 أشخاص بتهمة محاولة القتل، في حين لم يصدر المستشفى حتى الآن أي تقرير رسمي عن الحالة الصحية للضحية. وفي سياق آخر، يستعد نادي برشلونة لمواجهة فالنسيا خارج ملعبه السبت المقبل بافتتاح مشوار العملاق الكتالون في الموسم الجديد من الدورة الإسبانية. واستطاع يامال 17 عاما المساهمة ب5 أهداف في البطولة بتسجيله هدفا وحيدا وصناعته ل4، كما لم يسبقه أي لاعب في تاريخ البطولة بالمساهمة في أهداف في أدوار ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي. ويمتد عقد يامال مع ناديه برشلونة حتى صيف 2026، واتفاق مبدئي حتى 2030 بفسخ عقد يبلغ مليار يورو، إلا أن ممثليه بقيادة البرتغالي الشهير جورجي مينديز بدأوا بمفاوضة النادي الكتالوني لزيادة عقده بحسب سبورت الكتالونية. وأضافت الصحيفة: يعمل مينديز على تغيير بنود عقد يامال مع برشلونة كي يحصل على أجر أعلى من الحالي، وهو الذي لا يعكس مستواه الحالي.